وبيبدأ أحداث الفيلم مع جاني اللي بيكون أكبر رئيس عصابة في الهند، وبيدير عصابتين في مومباي بس من بره علشان ما يتمسكش. وبيبقى بيتفرج على ماتش ملاكمة وبتجيله مكالمة من شاينا المساعدة بتاعته بتقوله إن جولدن إيده اليمين اتقتل وفي بحر دم بين العصابتين اللي تحت إيده، وبيرد عليها انها ما تعملش حاجه لحد ما يروح لها مومباي بعد بكره. وبنلاقي المساعد بتاعه بعدها بيكلم حد في التليفون وبيبلغه بوصول جاني بعد بكره، بس جاني بيبقى واقف وراه وبيذبحه لانه بينقل اخباره. وبتاخدنا الاحداث ل3 شهور فاتوا في مومباي، واللي بتبقى الشرطة عينت الضابط أشرف خان للقضاء على الجريمة في مومباي، وبيعمل اجتماع مع مسؤولي الشرطة. وبنشوف في الاجتماع أشرف خان بيسأل عن واحد اسمه جولدن، وبيرد عليه واحد من المسؤولين انه اسم معروف في عالم الجريمة في مومباي، وبيبقى هو وعصابته مسيطرين على جزء كبير من مومباي في أعمال الخطف والاغتصاب وتجارة المخدرات والقتل، وانه يبقى الايد اليمين لجاني وبينفذ كل اوامره. وبيسألهم كمان عن باولو، فبيقولوا له انه برضه بيشتغل لمصلحة جاني وبيعمل نفس الاعمال الاجرامية اللي بيعملها جولدن، بس على نطاق اضيق منه، وفي ضباط بتشتغل لصالحهم لانهم مسكوهم قبل كده وخرجوا في نفس اليوم. وبعد ما عرف أشرف خان الخطر اللي بيقابل المدينة، بدأ بحملات تطهير من الإرهاب والعصابات المحلية، وقدرت الشرطة تقبض على 200 شخص وتقتل 8 من المافيا. وبدأ الخوف يلاحقهم لأنه مش خايف من الآراء السياسية أو المشاكل اللي ممكن تلاحقه، وأمنية حياته يقضي على الإجرام في مومباي. وبنلاقي واحد من عصابة باولو واقف مع راكفير وبيديله فلوس علشان يضرب واحد في منطقته، فبيقول له ان الوحيد اللي يقدر يعمل كده واحد اسمه راضي. وبنشوف واحد بيجري من عصابه وعددهم كبير وبيفضلوا يجروا فيه لحد ما بيدخل مخزن، واللي بيبقى راضي مستني فيه. واول ما بيدخل بيقول لصاحبه يمشي، وبيدور حوار فرد عضلات بين راضي وواحد من رجاله جولدن اللي بيبقى واثق من نفسه انه هيضرب راضي لانه معاه عدد كبير من رجالته وراضي لوحده. وبيقفل باب المخزن بالقفل علشان يضربوه، وبيروح زعيمهم علشان يضربه، بس راضي بيضربه بالرجل وبيطيره، وبيبدأ يضرب رجالته واحد ورا التاني وبيكسر عليهم الخشب والازاز اللي في المكان. وبيروح يلحق زعيمهم قبل ما يهرب وبيخبط دماغه بباب المخزن وبيفتحه وبيمشي. بعدها بيجمع راضي البلد كلها وبيغنوا ويرقصوا، وبيبقى راضي واقف مع اصحابه في المول وبيكلم واحد فيهم عن علاقته مع صاحبه، بس بيلاقي واحدة حلوة جدا اسمها ميرا بتخالفه الرأي، وبيعجب بيها وبيفضل يتكلم معاها، بس بتبقى البنت دي في شاشة التلفزيون وبتبقى زبونة في محل الكاميرات ونسيت شريط الفيديو بتاعها وهتيجي تاخده كمان شوية. وبتيجي ميرا علشان تاخد الكاميرا بتاعتها، ولما بيشوفها بيتخيل انهم بيتجوزوا لحد ما اصحابه بيفوقوه وبيلاقيها مشيت. وبنلاقي راكفير صاحب راضي واقف عند ابوه في الجيم وبيطلب منه فلوس، بس ابوه بيزعقله لانه بقاله كام يوم مرجعش البيت وما بيعرفوش. في الوقت ده بيدخل راضي الجيم وبيشوف ميرا في تمرين الايروبكس بتاعها وبيفضل يعاكسها، فبتروح ميرا تشتكي لابو راكفير ان في حد بيعاكسهم، وبيطلع صاحب الجيم وبيمشيهم. وبنروح للظابط راجو اللي بيبقى شغال مع جاني وبيستغل نفوذه علشان يقرب من البنات من غير مقابل ومحدش يقدر يوقفه. وبيدخل عليه عسكري لسه متعين جديد وبيبقى عاوز يبين له مهاراته في التصويب، بس راجو بيستقل بيه ومش بيرضى يعينه في الاسم عنده. وبيلاقي واحد بيشتغل عامل بناء داخل يشتكي له ان واحد من البلطجيه عاوز ياخد منه 1,000,000 روبيه والا هيوقف له شغله، فبيقول له راجو انه هيحل له مشكلته. وبيتصل راجو بالبلطجي وبيكون شغال معاه وبيقول له انه يطلب فلوس اكتر من الناس بعد كده. وبنروح لبيت ميرا اللي بتبقى عايشه مع امها واخوها بعد ما ابوها مات، وبيجي لهم صاحب البيت واللي بيبقى بيحب ميرا وعاوز يتجوزها، وبيبقى كاتب رسالة لنفسه وبيقول لها انها من معجبة علشان تفتكر انه الشاب اللي مفيش منه 2. وبنشوف بعدها رجالة جولدن رايحين علشان يدوروا على راضي علشان ينتقموا لصاحبهم، بس بيضرب واحد بالقلم والتاني بيطلع المسدس وبياخدوه لجولدن. ولما بيروح لجولدن بيحاول يتظاهر بقوة عصابته، بس راضي ما بيديلوش اهتمام وبيرد على التليفون ولا كأنه قاعد. بس واحد من رجاله جولدن بيتضايق وبيقفل التليفون وبيقول له جولدن انه عاوزه يشتغل معاه، بس راضي بيرد عليه انه بيشتغل بس علشان الفلوس وما عندوش ولاء لحد. فبيقول له جولدن انه ما يعملش مشاكل من دماغه تاني وانه ما يخافش من الشرطه ولا من الموت، فبيرد انه ما بيخافش من حد اصلا. وبيقوم راضي يضرب الراجل اللي رفع عليه المسدس وبترفع الرجاله الاسلحه عليه، بس جولدن بيوقفهم. وبنلاقي ان شاينا اعجبت باسلوبه وبتحدف له المسدس وبيستعرض بيه وبياخده وبيمشي. في الوقت ده بنلاقي الراجل ماشي بعربيه الشرطه وبيشوف ميرا وبتعجبه وبينزل علشان ياخدها، بس ميرا بتبقى خايفه منه لانه من الشرطه وبتكتب له رقمها وعنوانها لما بيقول لها علشان مش هتقدر ترفض، وبتديله الورقه وتجري. وبنيجي لاول عمليه لراضي علشان يقتل مساعد بابلو،
بس اشرف خان بيبقى موجود في الشارع وبيقبض على واحد منهم، وبيروح راضي يلي الشرطه لحد ما الرجاله يخلصوا المهمه بانه ياخد السلاح يديه لراجو، وبيقول له انه لقاه في الشارع، وبتبقى ميرا معديه من الشارع وبينده لها راجو علشان يضايقها، بس راضي بيلحقها وبيلهي راجو لحد ما بتجري. وهنا بنشوف عسكري بيقول ان في واحد ميت في الشارع، فبيجروا عليه وبيهرب راضي. وطبعا بابلو بيبقى متعصب علشان المساعد بتاعه وبيحلف انه هينتقم من جاني ورجالته، فبيقول بابلو لواحد من مساعدينه يقتل الكاهن علشان يعرف الحكومة وجاني انه مش خايف منهم، وبالفعل بيروح يقتله وبيخطف صحفي وبيخليه يكتب ان مفيش حد هيقف قدامه حتى لو الحكومة، وخلاه يصوره وينزلها في الجرايد. بعدها بنشوف ميرا في الطريق وهي بتشاور لراضي علشان تشكره انه هربها من راجو، وبيتعرفوا على بعض بس بيقاطعهم واحد من ورا بيبقى عاوز يقتل راضي، بس الخبطه بتيجي في ايد ميرا وبيلحق الراجل قبل ما يجري وبيضربه هو واصحابه. بعدها بياخدها على المستشفى وبيعور الدكتور في ايده علشان تتفتح ويقف في اخر الصف زي ما بيقول للمواطنين. وبعدين بيوافق الدكتور على دخول الحالات المريضه، وبيطلعوا الاوضه بعد ما ايديها اتخيطت، وبيقول لها انها بتفكر اذا كان هو شخص سيء ولا جيد لانه عمل الخير مع ناس وهو في الاصل مجرم. وبينزلوا بعدها وبيصفر لتاكسي وبتبقى عاوزه تتعلم التصفير، وبتعوم حاله من الرومانسيه يا صديقي وبيعلمها التصفير، وبيبقى الاعجاب متبادل بينهم. وطالما فرحنا يبقى نرقص يا باشا ونروق نفسنا. وبيروح رجل بيت ميرا علشان يضايقها بس امها اللي بتبقى موجوده، وبيقول لها انه عاوز يتجوز بنتها ويحميهم، وانه لو اتجوزها محدش هيقدر يعاملهم وحش والا هيلبسها قضيه مخدرات وسمعتها هتبقى على كل لسان. ولما بيطلع الراجل صاحب البيت اللي بيحب ميرا وبيأمره انه يراقبها، وبنشوف راضي واصحابه بيضربوا واحد في المطعم علشان بيهتموا بوالدته، وبيشوفهم ابو ركفير وبيزعلوهم انهم بيضربوا الراجل. وبيتقابل راضي مع ميرا في الاسانسير، واصحابه بياخدوا جارها وبيضحكوا عليه لحد ما بيقفلوا الاسانسير عليهم لما قطعوا السلوك بتاعته. وبنلاقي ميرا خايفه انها تتخنق لو الاسانسير اتقفل عليهم لفتره، بس بيستغلوا الفرصه وبيتعرفوا على بعض اكتر. وبيقول لها انه مش مرتبط، وهي كمان بتقول له على مواصفات فتى احلامها اللي مش موجود ولا حاجه منها عنده. في نفس الوقت بيبقى مساعد باولو عاوز من واحد تحت حمايه جاني 1.5 مليون روبيه والا هياخد ارضه، وجولدن بيسمع كلامهم وبيتصل بجاني يعرفه. بعدها بيتصل جولدن بباولو علشان يعملوا اجتماع، وبيدخلوا العصابتين في بيت. ولما باولو بيشوف راضي بيفتكر انه اداله فلوس علشان يضرب واحد من رجاله جولدن وهو دلوقتي منهم، فبيرد عليه انه شغال علشان الفلوس وانه لو دفع له اكتر من جولدن هيقوم بقتله. وبيطلب جولدن من باولو محدش من رجالته يخش منطقته وياخد المساعد بتاعه علشان يقتله لانه نزل صورته في الجرايد والحكومه عرفته. بس المساعد بتاع باولو بيزعق لجولدن لانه مش خايف منهم، وهنا بيبدا راضي يزهق من المناقشه وبيقول لجولدن انهم يقوموا يموتوهم كلهم. جولدن ما بيبقاش عاوز كده بس الموضوع خرج من ايده، ولما واحد من رجاله باولو مسك راضي من القميص عينك ما تشوف الا النور، بيقوم يضرب الراجل اللي ماسكه بالرصاص، وبيفضلوا يتبادلوا اطلاق النار لحد ما بتموت عصابه باولو، بس بيقدر يهرب من غير ما حد ياخد باله. وبعدين ميرا وراضي بيتقابلوا في القطر وبياخدوا رقم بعض، وتاني يوم بتروح تستناه في القطر وبتتخانق مع واحدة علشان ما تقعدش جنبها بس ما بيجيش. اما اليوم اللي بعده بيروح راضي يستناها بس مش بتيجي، وبتبعت له اخوها وبيفضل يتراخم عليه. وبيتصل راجو بام ميرا علشان يسالها قالت لبنتها ولا لا، وفي الوقت ده بتبقى داخله ميرا البيت وبتسمع كل حاجه وبتفضل تعيط. وبنشوف بعدها راجو وهو واقف مع البناء اللي قدم بلاغ، وبيقتل العسكري وبيمسك البندقية بتاعته وبيقتل بيها البلطجي اللي تبعه عشان يطلب من البناء انه يكتب محل بقيمة 25 مليون روبية باسم مراته. وبنلاقي صاحب البيت بيتصل براجو وبياخده وبيروحوا لراضي علشان يهددوا انه يلبسوا قضية مخدرات لو ما باتش عن ميرا، بس راضي بيستهزأ بيه وبيقوله ان المسدس اللي قال انه لا كان بتاعه وكان بيضحك عليه. وبيقوله كمان انه عارف ان البناء كتب له المحل باسم مراته، فبيمشي بسرعه قبل ما يسوى سمعته. وبيتضايق راجو وبيروح لميرا الجيم وبيقول لها ان راضي يحذره انه هيعمل اي حاجه علشانها وانها لو شافته التاني هيقتلها. وبتتصل بيه ميرا وبتقوله انها عاوزه تشوفه علشان تكلمه في حاجه شخصيه، ولما بيتقابلوا بيغنوا ويرقصوا. بعدها بتقوله انها معجبه بيه وانه الوحيد اللي هيحميها، وهو كمان بيقول لها انه بيحبها وبيقربوا لبعض، بس بتقطعهم الرصاصه بتعدي من ما بينهم. وبتبقى عصابه باولو عاوزه تقتل راضي وبيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني بسرعه وسلاسه، وبيقدر يلحق ميرا كذا مره من الرصاص لحد ما بيقدر يموتهم.
وبتقول له ميرا انها بتحبه وخايفه منه لانه مجرم، وبتعيط لما بيقول لها نسيني وبتسيبه وتمشي. وبنيجي لوقتنا الحاضر لما شاينا كلمت جاني وقالت له ان جولدن اتقتل، وبيبقى المساعد بتاعه بينقل اخباره لباولو بس بيبقى واقف وراه وبيقتله. بنشوف وقتها باولو وهو بيحط خطه علشان يقتل جاني، بس بتبوظ كل ترتيباته لما بيدخل عليه جاني ورجالته وبيقتلوه. وبنعرف ان اشرف خان عنده بنت في الجامعه وبيحبها جدا، وبيتصل راجو بام ميرا علشان يقول لها انه عاوز يقضي الليله مع ميرا، بس امها بتزعله وبتقول له يبعد عنهم وبتقفل في وشه التليفون. وبيبعت لهم راجو بلطجيه علشان يضربوهم ويمثلوا قدام الناس انهم اغتصبوها علشان يسوق سمعتها، وبيجري اخوها وبيروح لراضي علشان يلحقهم، بس لما بيوصل لها بيكون راجو مشي. فبياخد اخوها علشان يتعرف على البلطجيه بس ما بيلاقيهمش، فبيروح يضرب راجو وهو خارج من عنده واحده وبيغطي وشه علشان ما يشوفوش. وبعد ما بيمشي بيتصل بيه وبيقول له انه هيقتله اما يجي وقته. بعدها بيروح راضي يشوف جاني وبيبقى جاني مبسوط منه لانه ما بيخافش من حد وعمل كذا عمليه وبيبقى دلوقتي مكان جولدن. فبيطلب منه يفجر مكان موجود فيه اطفال بس بيرفض راضي وبيقول له انه مش هيفجر ولا هيسمح لحد انه يفجره. وبينزلوا يحتفلوا ويرقصوا وبياخد جاني 2 رقصات بس ده بيبقى كمين من اشرف خان وبيقبض عليه. وبنلاقي جاني مع اشرف خان في الحبس وبيحاول يعرض عليه انه يشتريه زي معظم الضباط في مومباي وانه يهربه هيخليه من اغنى الناس، بس اشرف خان بيضربه بالقلم وبيقول له انه بيحب بلده ومش هيرتاح الا لما يقضي عليه وعلى كل المجرمين في مومباي. وبنشوف شاينا وواحد من رجاله جاني راحوا لمدير الامن علشان يسال اشرف خان اعتقلوا ليه، بس بيقول له انه ما اعتقلهوش وانه هرب منه وبيقفل التليفون. وبيجري جاني علشان يتصل بحد بس بيلاقي التليفون ما فيهوش رصيد، وكمان بيقول لرجالته ان لو جاني غمض عينه يضربوه. وبتروح ميرا لراضي علشان وحشها وبتعاتبه انه مش بيطمن عليها، بس راضي بيتقل عليها وبيقول لها تنساه لانه خايف عليها تموت وهي جنبه. وبنرجع تاني لاشرف خان لما بيدخل يضرب جاني وبيساله عن رجوعه المفاجئ لمومباي، ولما جاني ما بيجاوبش بيقول له انه هيقتله، بس جاني بيرد عليه انه اخره هيسجنه وهيقول قدام المحكمه ان اصدقائه المشهورين في البلد شركائه في البيزنس وانه ما يعرفش حاجه عن العصابات وهيقعد سنين علشان يثبت عكس كده. فبيتضايق اشرف خان وبيسيبه وبيمشي. وبنشوف ميرا بتقابل راضي في محطة القطر وبيحكي لها قد ايه وحياته صعبة ومش عاوز يعذبها معاه، فبتعيط ميرا وبتضربه بالكتاب اللي في ايديها لانه مش حاسس بيها وبتسيبه وتمشي زعلانة. في الوقت ده بنلاقي الحراسة اللي على جاني نامت وبيطلع علشان يهرب، بس لما بيخرج بيلاقيهم انهم حابسينه في سجن في البحر علشان ما يعرفش يهرب، فبيرجع تاني وبيفقد الامل. وبنلاقي ان شاينا عرفت ان اشرف خان عنده بنت وبتؤمر رجالتها انهم يخطفوها، وبعدها بيخدروها وبيبعتوا اسطوانه لاشرف خان وبيتصل بيه واحد من رجال الجاني بيقول له يتفرج على الفيديو اللي عليها. ولما بيشغلوا بيلاقيهم مصورين بنته مع رجال الجاني وهم بيغتصبوها وبيهددوه انه لو ما سابش الجاني هينشروا الفيديو في كل مكان. فبيزعل اشرف خان على بنته وبيحلف انه هيقضي عليهم وينتقم لها. وبيضطر اشرف خان انه يسيبه بس مش بينفذوا وعدهم وبينشروا الفيديو والبلد كلها بتشوفه. وبتتصل شاينا بامها تعرفها ان لو اشرف خان اتعرض لهم هيقتلوا بنتهم. فبيعرف راضي باللي حصل وبيضرب شاينا القلم وبيتحمق لها الراجل اللي كان ضربه راضي قبل كده، فبيروح يضربه تاني بس رجالته بيحشوه من ايده. وبتبقى ميرا في الوقت ده مروحه في القطر هي واخوها، وبيشوفهم الرجاله اللي كان باعتهم راجو يمثلوا انهم اغتصبوها وبيروحوا يضايقوهم. بس اخو ميرا بيتصل على راضي وبيسمعوا ان في بلطجيه بيضايقوهم وبيقول له على المكان اللي هيقف فيه القطر المحطه اللي جايه. فبيجري راضي باقصى سرعه لحد ما بيوصل، وبيقوموا 2 منهم وبيضربهم راضي وبيرميهم من القطر وبيخاف التالت وبيرمي نفسه. وبتعيط ميرا وبتقول له هي مش عارفه هو كويس ولا مجرم، بس هي بتحبه وبتبقى مطمنه وهي معاه. وعلى الناحية التانية بنشوف رجال الجاني بيعذبوا بنت أشرف خان وبيخلوها مدمنة، وبيتضايق جاني من صوتها وبيجيبوها وبيقول لها إنه هيدمرها وهيعذبها علشان يكسر أبوها ومحدش يتحداها مرة تانية. بس البنت بتقوله إنه كده كده هينتهي لأن أبوها حاطط واحد من رجالته في العصابة. فبيتفزع جاني وبيضربها علشان تقوله هو مين، فبتقوله على اسم ضابط متقاعد اسمه شكاوت، وبيبلغ الراجل بالاسم. وبيروح راجو يقلب في دفاتر قديمة فيها أسماء الضباط المتقاعدين وبيلاقي صورته وبيبعتها لجاني. وبيعرف جاني إن الضابط المتقاعد يبقى أبو رجيف صاحب الجيم، وبيروح له هو ورجالته وبيستغرب شيكاوت إنه عارف اسمه الحقيقي، وبيقول له كمان إنه عارف إن ابنه شرطي سري، وبيجيب ركفير صاحب راضي وبيخلي رجالته يضربوه. وبيقول لشيكاوت إنه هيسامح ابنه لو وطى باس رجليه. ولما بينزل شيكاوت بيبوس رجليه بيضرب ركفير بالرصاص في دماغه، وبيزعل شيكاوت عليه وبيعيط بس بيندهله باسم أجاي، وده خلى جاني يتجنن.
لانه ما قتلش راكفير اللي اسمه مثبوت على الورق انه ابنه، وبيضربه بالمسدس على دماغه وبيخلي رجالته يكتفوه، وبيقول له ان اجاي هو اللي مربيه ويعتبر زي ابنه، فبيتضايق جاني وبيساله عن اسم ابنه، فبيرد عليه بكل فخر ان ابنه راكفير ضابط في الشرطه الهنديه وانه هيقضي عليه هو وامثاله، واتدرب في الصاعقه وصعب عليهم يقفوا قدامه. وبنكتشف ان راضي يبقى الضابط راكفير شيكاوت، وبيسأله جاني عن مكانه، فبيفضل يماطل بفخره لابنه، وبيقوم واحد من الرجاله وبيعوره بالسكينه في ايده، وبيتحايل عليه جاني وبيقوله انه ما قربش منه ولا عمل له حاجه مع انه وصل من فتره، بس شيكاوت بيقول له انه ما جاش بمزاجه، راكفير هو اللي خلاه يجي لما قتل جولدن. ولما جاني هدده انه هيقتله لو ما قالوش، بيرد عليه انه من وقت ما هيقتله وهيبدا العد التنازلي لموته، والموت اصابته بالكامل. وبيزعق جاني من المناقشه وبيقتل شيكاوت وبياخد رجالته وبيمشي. بعدها بتيجي الشرطة علشان يشوفوا الجريمة اللي حصلت، وبيبقى جاني ورجالته في كل حتة علشان يعرفوا مين ابنه لما يجي، بس بيصيبهم الذعر كلهم لما بيلاقوا راضي الداخل بيجري على ابوه واخوه اللي ماتوا، وبيهرب جاني ورجالته لما بيشوفوه، وكمان ميرا بتتصدم لما بتشوفه لانه مفهمها انه مجرم، وبيتأثر راضي بموت ابوه وبيحضنه، وبيروح بعدها يدفنهم، وبيفتكر كلام ابوه ليه وهو بيقول له يدافع عن بلده بكل قوة وشجاعة، فبيروح يلبس البدله الميري بتاعته وبيروح لاشرف خان، وبنلاقيه بيقول للراضي انه واثق فيه انه هيقضي عليهم، بس بيوصيه كمان انه ينقذ بنته. وبتجري ميرا عليه علشان تودعه، وبيقول لها انها تحاول تكرهه يوم كمان علشان لو مات ما تزعلش عليه، وبيسيبها وبيمشي. بعدها بيشوف راجل وبيندهله وبياخده في العربيه وبيساله عن مكان جاني، ولما بيعمل انه ما يعرفش بيفضل يضربه بالقلم لحد ما بيهدده بالمسدس، وبنلاقي جاني بيتصل برجل وبيعرفه مكانه وبيروح يوديه. ولما بيوصلوا بينزل لهم بيتصل رجل بجاني علشان يحذروا ان راضي موجود عنده، وانه كان معاه لما قال له على مكانه وكان مهدده بالمسدس، وبيبدا راضي يصطاد فيهم ويقتلهم وبيطير ويضرب واحد على دماغه، وبيبقى راجل قريب من انه يقتله اكتر من مره، بس بيقدر يهرب راضي، وبيشوف الراجل اللي كان ضربه قبل كده وبيجري وراه، بس راضي بيكسر ازاز الشباك برجله وبينط وبيمسك في حبل وبيقع الراجل من الشباك وبيموت. وبيجري واحد وراه بالعربيه وبيلحق يطير قبل ما يخبطه، والعربيه بتتكسر، فبينزل راضي وبيقتله بالسكينه. في الوقت اللي بتبقى شاينة بتحاول تضرب عليه النار، بس بيضربها بالمسدس وبيقتلها قبل ما تقتله، وبعدها بيجي واحد علشان يضربه بمطرقه فبياخدها منه وبيقتله وبيخبطه في بابه وبيقع. وبيشوف بنت اشرف خان محبوسه فيه وبينزل لها في الفتحه علشان ينقذها، وبيقفل الباب من جوه على ما يلحق يطلعها، وبيحاول جاني ورجالته يكسروا الباب بس ما بيلحقوهمش، وبيخبط جاني الباب لانهم هربوا، وبيظهر وقتها انه ما طلعش وكان مستنيهم يكسروا الباب، وبيتلموا عليه رجاله جاني كلها وبيحاولوا يقتلوه بالمسدسات، لكن الرصاص بتاعهم بيكون خلص، وبيحاول جاني ورجالته اللي باقيين منهم، فبيحاول جاني انه يقتله وبيولع في ازازه مولوتوف وبيحدفها على راضي وما بيحصلوش حاجه، وبيقلع هدومه قبل ما تولع فيه، وبيفضل يقتل فيهم راضي وبيرميهم من الشباك وبيحدفوا عليه لوح ازاز كبير وبيكسروا بايده. بعدها بيشيل جاني وبيطير في الهواء وبيضربه بالرجل، فبيقع جاني على الارض ومش بيبقى سامع حاجه، هو بس بيبقى شايف اجسام رجالته وهي بتترمى حواليه. وبعد ما بيخلص راضي عليهم بيروح له، وبيبقى جاني مرعوب وبيفتكر كلام اشرف خان لما قال له ان بنطلونك هيتبل اول ما تشوف الضابط شريف، وبيفضل جاني يلومه بقله حيله انه قتل الرجاله بتاعته اللي قعد سنين يجمعهم، وبيقول له ان اي حد ممكن يبقى ضابط بس المجرمين هو اللي بيربيهم، وبيحاول جاني انه يضربه وبيفوت راضي الضربه، وبيفضل يضرب فيه وبيكسره وبيرميه في الهواء لحد ما وشه كله بيبقى دم، وبيقولوا ان الحكومه بعد كل اللي عمله ده هتعمل له عزا شرفي وهتعوض اسرته بمبلغ تافه ومفيش حد خسر غيره في الاخر. وبيفضل يعيد جاني كلامه وبيمسك ازازه في ايده وبيقوم علشان يقتل راضي، بس ما بيلحقش يقوم وبيذبحوا راضي بالازازه. في نفس الوقت كان وصل راجو اللي كان مستخبي طول المداهمه اللي كان عاملها راضي، وبيتصل راضي باشرف خان وبيطمنه على بنته وبيقول له ان للاسف راجو كمان مات، وبيلف يضربه بالرصاص وبيقتله. وبكده تكون خلصت احداث فيلمنا النهارده، اتمنى يعجبكم، ما تنساش اللايك والشير والسلام.